ومن بعد اللي عمله ما شافش يوم حلو في حياته الكروية، وانتهى به المطاف في نادي درجة تانية في الدوري الانجليزي، وده كان عقاب الدنيا، وعند ربك في الآخرة تتقابل الخصوم يا عالمي. هل هتقدر كمتابع لكرة القدم انك تسمع كلام كابتن ميدو المعسول كل يوم في برنامجه لما يطلع ويكلمنا عن الرياضة والروح الرياضية وغيره؟ هل هتصدق ميدو لما يكلمك عن ان راموس تدخل على محمد صلاح تدخل غير رياضي ادى الى اصابة صلاح في كتفه وخروجه بيبكي؟ ولا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يا عالمي. كلمة أخيرة في ودن كابتن ميدو، تفتكر هيكون إيه إحساسك لو حصل ده لابنك ناشئ نادي الزمالك؟